تعالوا بقى نعمل الفول المدمس في البيت من غير اي اضافات، هيطلع احلى بكتير من بره. هنشوف كمان التسوية المظبوطة وازاي ما ياخدش منك وقت على النار، وهيبقى لونه بالشكل ده احمر زي المطاعم. وكمان هنشيل منه في الفريزر، وقت ما تحتاجيه هتطلعيه وتعمليه على طول. فيلا بينا نشوف الطريقة وعملناه ازاي. اول حاجه استخدمتها هو نوع الفول. النوع الفول ده انا جبته زي اللي هو بيتباع في المطاعم، ده اسمه فول حبشي من عند اي حد بيبيع بقوليات. بجيب الحبايه اللي هي البيضه مش الحبايه الغامقه، وببتدي بقى انقعه لمده 12 ساعه فبيتضاعف حجمه للشكل ده. وبعد ما انقعه كده بغير ميته، يعني الاول بكون غسلاه وبعدين اغير الميه بتاعته وانقعه لمدة 12 ساعة. وبعد 12 ساعة ارجع تاني انقعه لمدة ساعة في مية سخنة، فده بيخلي ان هو يعني يستوي معاكم بسرعة وما ياخدش وقت. هو خد مني ساعتين في السوا بس. هبتدي بقى اجيب حلة فيها مية مغلية او ممكن القدرة زي ما تحبهم، بس انا هنا استخدمت الحلة. وبعدين هضيفه كده في الحلة بالتدريج، وهحط بقى هنا معلقتين كبار من حبوب القمح، وكده معلقتين برضو من العدس، وبشرت كده جزرايه، وحطيت بشر كده طماطمايه برضو. وهبتدي بقى يعني اضيفهم كده على الوش، وليمونتين هغطي بيهم الوش بقى كده، يعني انا عايزه الفول ما يبانش. هغطي بقى الفول وهسيبه لمدة ساعة، مش هفتح عليه خالص. واول بعد مرور ساعة هفتح عليه، ولو محتاج اي مية بضيفها، لازم المية تكون سخنة. وبعد ساعتين بيطلع بالشكل ده، بيبقى لونه احمر كده من غير اي اضافات بقى، ولا كركم ولا بابريكا. هنبتدي بقى نحضر طبق فول كده. هضيف بقى كده شعرة كده من الملح، طبعا على حسب الحاجة وعلى حسب الكمية، وضفت معلقة كده صغيرة من الكمون، وضفت كده شوية طحينة. وهبتدي بقى اهرس الكلام ده كله، طبعا لو عايزينه حب زي ما انتوا تحبوه. انا هنا كده بحبه يعني خليط ما بين الحب وما بين الهرس، ان هو يكون ناعم شوية. وهبتدي بقى ارش برضو شوية طحينة كده على الوش. وزي ما انتوا بقى حابين، حطيت بقى كده قرون كده من الشطة وشوية كده من الطماطم، يعني جرنشت بيهم الطبق، وفي نفس الوقت بيدوا طعم حلو. لو انتوا محتاجين برضو بصل تحطوه. وهنا كمان انا كنت حطيت في الفول مادة الربط اللي هي الحبوب الغلة، وحطيت معاها العدس، فده بيربط معانا بقى من غير بقى ما نضيف ولا نشا ولا دقيق. وهنبتدي بقى نحفظه بأكياس كده بالشكل ده ونحطه في الفريزر. وهنا كمان انا كنت عبيته تاني يوم، يعني المية ما بتغيرش ولا بتغمق معاكم، وبتفضل حباية الفول كده حمرا ما تنسوش بقى لو انتم اول مرة تشوفوني لايك وفولو وشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير. دمتم في رعاية الله.